لك أن تتخيل إن كان في بيت في مصر اسمه البيت المنحوس اللي أي حد سكن فيه لازم يحصل له مصيبة كبيرة جدا. بنتكلم عن بيت محمد بيك الألفي. محمد بيك الألفي كان قائد المماليك سنة 1798. قرر إن هو يبني بيت في حي الساكت بالإزبكية، وبعد ما بنى البيت أول حادثة حصلت إن الفرنسيين دخلوا مصر، ومحمد بيك يا عيني ملحقش يتهنى بالبيت، ساب البيت وهرب وساب القاهرة كلها وراح الصعيد. بعدها الحادثة التانية اللي قعد فيه نابليون بونابرت، في الوقت ده الحملة بتاعت نابليون فشلت وخرج من مصر. الحادثة التالتة سنة 1799 اللي قعد فيه كليبر، والحادثة اللي حصلت ان كليبر في نفس السنة تقريبا اللي قعد بيها في البيت اتقتل على ايد سليمان الحلبي. بعد كده البيت قعد 8 سنين فاضي لغايه ما جه شاهين بن محمد الألفي صاحب البيت الاصلي، قال لك انا ماليش دعوه بالحوادث اللي حصلت فيه، بيت ابويا وهقعد فيه ومش هيحصل فيه حاجه. قعد فيه لغايه سنه 1811، بس طبعا لازم تحصل حادثه. شاهين محمد الألفي اتذبح في مذبحه القلعه الشهيره. ومن سنة 1811 لغاية سنة 1832 كان البيت فاضي مفيش أي حاجة. الكلام ده كان في عصر محمد علي، كان مخزن للسلاح وبعدها اتحول لمعهد. الحادثة الخامسة حصلت لما محمد علي قرر إن هو يهدي البيت لجوز بنته نازلة، وجوز بنته قرر إن هو يهدم البيت ويبنيه على الطراز العثماني. بعد ما هدم نص البيت بالظبط حصلت الحادثة الخامسة وتوفى جوز بنت محمد علي وهو بيعمل ده. وفي عام 1857 اتحول نص البيت او الجزء اللي باقي من البيت عشان يكون ديوان للمدارس. سنة 1845 محمد علي قرر ان هو يهدي القصر لتاني مرة لبنته زينب هانم اللي اتجوزت كامل باشا اللي اتعرف الشارع باسمه في سنة 1849. باعت الأميرة زينب في الوقت ده البيت لشركة إنجليزية، الشركة الإنجليزية حولته لفندق، وفضل الكلام ده لفترة كبيرة جدا لغاية ما حصل سنة 1952 الحادثة الأخيرة للبيت، إن اتحرق الفندق في حريق القاهرة المشهور وما بقاش منه أي حاجة. أصل البيوت عتاب. ملحوظة: بيت الألفي مش اللي قدامك في الفيديو، هو بقى أرض فاضية دلوقتي، صورته الحقيقية هتلاقيها تحت في أول كومنت.